هي استعجالية. تعرف ايش معناها استعجالية، لكن تم تأجيلها لمرتين تو. جديد الحراك في جابس، القضية الاستعجالية اللي رفعتها الهيئة الوطنية للمحامين أو الفرع متاع الهيئة الوطنية للمحامين في جابس، تم تأجيلها للمرة الثانية اليوم 20 نوفمبر. هي استعجالية. تعرف ايش معناها استعجالية، لكن تم تأجيلها لمرتين تو. كما حال أي حاجة استعجالية في تونس، كما حال المستشفيات الاستعجالية في تونس، تزيد تمرض بعدها. إن شاء الله على كل حال النهاية تكون باهية، تلبي تستحق الانتظار هذا الكل. ثقتنا تامة في القضاء، خاصة أنه المؤيدات واضحة، معايير متاع التلوث فاتها مئات المرات المجمع الكيميائي التونسي بجابس، وبالتالي الحسم نورمالمون يكون قريب وواضح، ويقضي بإيقاف على الأقل النزيف هذايا متاع التلوث في جابس. لأنه في الأثناء حالة الاختناق ما زالت متواصلة، الضحايا متاعها كثروا، والضحايا متاعها حتى الأعراض اللي خرجت عليهم فما شكون تم نقلها للصفاقس بسبب التهاب رئوي. وما نحكي لكمش معناها على باقي الضحايا والأضرار اللي تسبب بها التلوث في جابس. كالعادة نقولوا لهنا في جابس راهو بدها طول نفس.